ومعانا اتصال هاتفي ونقول الو. الو يا استاذ اسامه. الو، مين معايا؟ يا استاذ اسامه اقول له اني بحبه. يا وهو يعرف انك بتحبيه؟ يا استاذ اسامه بقول لك اقول له ولا لا؟ ما بلاش غباء بقى. الو الو، واضح ان الخط قطع. اسبوع طويل مليان دوشة، كله اخطار ومغامرات. ريح بالك كده وارسى وافصل من كل الحوارات. احكي وفضفض ملناش غير بعض، وتعالى هنونس بعض. اقعد معايا قعدة صفا. ايه اصدقائي، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من البودكاست بتاعكم المفضل قعدة صفا. بكل حب هنتكلم النهارده عن الحب. الحلقه دي هتبقى مش عارف يعني ايموشنال مني. انا بني ادم رومانسي شويتين، فلا تستغربوا. اهم حاجه انها تطلع حقيقيه. ولكن احنا هنتكلم عن موضوع سنسيتيف جدا، وخصوصا بالنسبه للرجاله. ومحدش بيطلع مشاعره ناحيته in public اعتقد، ولكن انا حابب ان اعمل ده. الحب حاجة جميلة جدا. يعني لو سألتوني اهم حاجة في الحياة تقريبا بالنسبة لي هما حاجتين، هما الحب والشغف. بحس لو مفيش حب الحياة مش هتمشي، ولو مفيش شغف برضو الحياة مش هتمشي. لان ايه لازمة اي حاجة انت بتعملها في الحياة لو مش اللي بيحركها هو الحب؟ وايه لازمة اي حاجة بتعملها في الحياة لو مفيش حد بيحبك وبتحبه قادر انك تشاركها معاه؟ والحب لما اجي اتكلم عنه دلوقتي، انا ما اقصدش بيه دايما الحب ما بين الاتنين اللي هما واحد وواحدة وبيحبوا بعض وبتاع، هنتكلم عنه كمان شوية. ولكن اللي اقصده بالحب هو الحب بشكل عام. يعني لما نيجي نتكلم يعني ايه الحب وايه اللي ممكن، يعني ايه العلاقة اللي هيكون فيها حب متبادل بينك وبين الناس اللي انت بتعمل معاهم؟ تقريبا اي علاقة بشرية. زي ايه؟ انت واصحابك اللي بينكم ده حب من نوع معين. انت والبنت اللي بتحبها بينكم حب من نوع معين. انت وباباك ومامتك بينكم حب من نوع معين. انت واهلك بينكم حب من نوع معين. وكل واحد من دول انا بجد ان هو بيشكل اهمية كبيرة في حياتنا. وكل واحد من دول لما بتفقده بتحس ان ناقصك حاجة، بتحاول تعوضها من حتة تانية. لما تحس ان انت يعني ناقصك حب من اهلك بتبتدي تدور عليه بره البيت. ولما تحس ان انت صحابك مش مكفيينك يعني مش حاسس بمشاعر الحب اللي مكفية، لان دي نيد. يعني الانسان في حاجات كتير هي نيدز بالنسبه له، منها ان هو يتحب ويحب. فهتبتدي ان لو مش واخد ده من صحابك هتبتدي تدور على واحده تاخد الكلام ده منها، ولو ما خدتش الكلام ده وهندخل بقى في دوامه نهايتها ان انت عندك حاجه ويجب انك تلبيها، ولو ما تلبيتش هتروح لسكك وحشه تحاول تهرب. لان بجد بجد فكره ان الحياه تبقى انت عايش كده ومفيش حب في حياتك، مفيش حب في حياتك، دي حاجة جافة جدا. مهما كنت مبسوط، ومهما كنت بتشتغل، ومهما كنت بتجيب وبتعمل، فكرة ان بعد كل ده مفيش مشاعر، دي مش هترضيك كإنسان، لان احنا مش مخلوقين لده. والحاجات اللي بيديها لك الحب كتير. يعني اهمهم احساسك بالامان، واحساسك بالامتلاء، احساسك ان انت مش محتاج حاجة من حد بره. لو انت في اسرة يعني فيها حب وجميلة كده، وانتوا بتحبوا بعض، اخوات واب وام واسرة كده جميلة وبتحبوا بعض وبتاع، انت بترجع بيتك مليان. انت بترجع بيتك حاسس بدفء في المكان، حاسس بشيء جميل في المكان. حتى لو بينكم خناقات الدنيا والآخرة، وحتى لو بينكم يعني حاجات وحشة كتير وكده، إلا إن وجودهم في حياتك كل يوم هو شيء مطمئن، هو شيء بيبعث على روحك السكينة والسلام والهدوء، وبيخليك
بني ادم مستقر نفسيا اكتر. من الحاجات التانية اللي بيديها لك الحب هي ال الشعور بانك مهم. برضو دي نيد، ويعني تحس ان الحب داخل معانا في انه بيغطي نيدز كتير قوي الانسان محتاجها. وانا النهارده ممكن اطول شويه لان عندي كلام كتير، وممكن اكون متلخبط شويه اقول ايه الاول ما اقولش الاول، عشان انا حابب ان الكلام يبقى مرتب، فاصبروا معايا. ولو انت مستني حاجه ان شاء الله هتيجي يعني. الشعور انك مهم، وده اعتقد ان هو بيجي اكتر بقى من الصحاب. يعني فكره ان هم نازلين او خارجين او بتاع، فساعتها حد يقولك تعالى معانا، او ان حد ياخد رأيك في المكان اللي هم رايحينه، او ان مش عارف ايه، ده بيحسسك ان هم اصلا فكرة ان هم اتصلوا بيك عشان يقولوا لك يلا ننزل. اذا انت مهم في حياة حد، انت في الحد ده مهتم ان هو يتصل بيك عشان تنزل معاه، عشان هو حابب يشوفك، عشان هو حابب يتكلم معاك، عشان هو حابب انكم تقضوا وقت مع بعض وتتبسطوا. ايه تاني ممكن يكون الحب بيقدمه لك؟ فكروا معايا. بس حتى لو هو بيقدم لك الحاجتين دول بس، اللي هما احساسك انك مهم واحساسك بالامتلاء والامان، اعتقد ده كافي ان هو يجنبك حاجات كتير قوي ممكن تروح لها لو ده مش موجود في حياتك. واللي الحب بيقدمه لك برضو اعتقد هي فكرة ان انت هتبقى زي ما قلت مستقر اكتر. مش كلمة توديك وكلمة تجيبك، مش بتلهث وراء كل ما بيديك مشاعر حلوة، لان انت اوريدي مليان. فهو بيخليك بني ادم مستقر نفسيا اكتر، قادر انك تقوم بوظائفك في حياتك عامة لان انت مطمن. واعتقد هو ده نفس فكرة ان انت سيف، انت مطمن. فالشعور بالامان يمكن هي اجمل حاجة في الحب. ولو هنيجي نتكلم عن لغات الحب، ايه الطرق اللي انت اللي مثلا لما تلاقيها في حد او يعني حاول تلاحظ كده. ايه، فكر كده دلوقتي معايا، انت مين الناس اللي انت بتحبهم في حياتك؟ صاحبك فلان، صاحبك علان، صاحبتك فلانة، صاحبتك علانة، ماما فلانة، بابا فلان، اي حد، في مدرس ما. فكر كده مين بتحبهم معايا كده بسرعة. ها، ايوه، ومين تاني بالظبط؟ هتلاقي ايه بقى؟ ان لو انتوا فعلا بتحبوا بعض، هتلاقي دايما ان انتوا بتقدموا لبعض حاجة من الخمسة دول، واللي هم اللي سمعنا عنهم كتير، لغات الحب. وايه هم لغات الحب؟ خلينا ناخد واحدة واحدة. حاجة مثلا زي الكواليتي تايم، الوقت. ان انت عايز تقعد مع الشخص اللي انت بتحبه. مين الشخص ده بقى؟ ايا كان، واحدة بتحبها يا سيدي، واحد بتحبيه يا ستي، بابا ماما، يا ماما يا بابا، ايا كان يعني. بس هتلاقي ان انت حابب تقضي مع الشخص ده وقت، حابب تقعد معاه، تتكلموا وتتشاركوا وترغوا وتضحكوا وتقضوا وقت كده بدون اي حاجة لأي حاجة. انتوا مع بعض كده حاسين بدفء، حاسين ان الدنيا تمام وكويسة وزي الفل. وده برضو من الحاجات الجميلة اللي الحب بيقدمها لك، ان الدنيا خربت، قلبت، طفحت، انت لسه حاسس بالامان وانت لسه حاسس بالدفء. تاني حاجة التطوع. ان فكرة ان حد بيقدم لك حاجة، هو مش مضطر ان هو يقدمها لك خالص. بيشرح لك حاجة، واقفة معاك مثلا، راح جاب لك حاجة ما كانش المفروض يجيبها لك، اللي هو فكرة ان ايه، ان انت محتاج لبس من مكان ما مثلا، فهو صاحبك ده قريب من المكان اللي هيجيبه لك، او ايا كان بقى مين الشخص يعني، فتطوع ان هو يجيبه لك عشان انت ما تروحش وما تجيش ومش عارف مين. فده حاجة. تالت حاجة، واعتقد ان دي نوعا ما يمكن تكون الطريقة اللي بعبر بيها، لان برضه يمكن اتكلم عن نفسي شوية كمان شوية، فكرة اللي هو انا بجد في نفسي ايه من ده. بس تالت طريقة هي الهدايا، انك تجيب لحد حاجة. انا اوبسيست جدا بالموضوع ده، فكرة ان انا بقعد افكر جدا، وعشان انا اوبسيست بالموضوع ده فبحب برضه ده لما حد يحبني بنفس الشكل ده.
بس هي الفكرة في كده ان كل واحد بيبقى عنده اللغة اللي هو بيحبها وبالتالي بيعبر بيها وبيستنى من اللي قدامه ان هو يعبر بيها ايضا. ولكن هنا اللي بيحصل بقى الايه، المشاكل بقى، ان حد بيكون بيعبر بطريقة وبيتلقى طريقة تانية هو مش حاببها وبتاع فما بيحسهاش قوي زي ما تكون. ولو حد حاول يعبر له بالطريقة اللي هو بيحبها بس بشكل غلط زي هقوله كمان شوية، فدي برضو ايه، هتحس ان في حاجة غلط، مش تحس ان هو اهتم كفاية او مش عارف يعني ايه خلينا نتكلم عن الهدايا. زي ايه مثلا، زي بس الهدايا بقى مش فكره ان انا هروح يلا هات برفان يلا 20 جنيه خد. مفيش برفان ب 20 جنيه، ده حصل تضخم وحوارات وبتاع. الحلقه دي في 2023 او 24، فيعني الله اعلم في المستقبل. بس فكره ان انا اهتم باللي قدامي ده اصلا بيحب ايه، واركز قوي في الديتيلز بقى، اللي هو مثلا بيحب الساعات، بيحب الموبايلات، بيحب نوع حاجة معينة جدا سمعته مرة بيتكلم عنها، شاف حاجة واحنا معدين كده ولفتت نظر وانا فضلت فاكرها ومسيبها على جنب كده، شاف حاجة وحكالي ان مش عارف ايه بتاع. وانا في مرة قوم رايح انا الحاجة دي اتحطت في دماغي، هو ما يعرفش اي حاجة عن انها اتحطت في دماغي ولا بتاع مش عارف مين، وقوم في مرة رايح ايه جايبها كده ومقدمة. دي يمكن تكون الطريقة بتاعتي. واللي بيضايقني بقى من الناس اللي بتجيب هدايا يا ماما، ما تروحش تجيب اي هديه وخلاص. يعني بنعرف اللي قدامنا بيحب ايه وما بيحبش ايه، ما بنروحش تجيب له برواز عشان هو ما يعني ما حسش في ولا مره من الاوقات ان هو محتاج برواز يملى عليه حياته. يعني لما بنحب نجيب حاجه لحد عشان نعبر عن الحب ده صح، بنبتدي نفهم شويه. انا لما جيت اجيب لاخويا شنطه فاجيب له هديه، الواد ده بيحب ايه، بيحب الانمي، طب بيحب انمي ايه، بيحب وان بيس، طب ايه مثلا ممكن اجيبه له ليه علاقه بوان بيس هيحبه وبتاع. فقمت رايح جايب له شنطه عليها وان بيس، فانا كده قدمت له حاجه هو بيحبها وعبرت عن حبي فعلا بطريقه هتبسطه. ما اروحش اجيب برواز يا ها تمام. الحاجه اللي بعد كده كانت الكلام والتشجيع. ان ودي حاجة اعتقد ان هي مهمة برضو، اعتقد ان انا بحب اخدها. يمكن ان انا اكون مثلا زي ما بعمل البودكاست دون او بعمل اي حاجة تانية، ان حد يكون بيشجعني بقى ان ايه الجمال ده كله مش عارف ايه وبتاع وكده، او ان انا مبسوط ان انا شفت الكلام ده، او ان مش عارف ايه او فكره مثلا ان حد اصلا وحش في حاجه وحد تاني بيحاول لا يقول له انت كويس وهنعمل سوا وهنقدر وما تقلقش وبتاع. هو القران اللي شغال ده احنا مش الجمعه، فانا مش عارف في ايه، بس اتمنى ما يكونش باين في المايك يعني. المهم ان الكلام والتشجيع زي ما قلت، فكره ان انت مثلا لما تشوف حد بيحبه وحش في حاجه بتشجعه وبتخليه لا انت كويس فيها وتحاول تساعد معاه ان هو يطلع بيها لقدام وتتكلم معاه وكده. فده برضو من احد طرق التعبير عن الحب ومن لغات الحب. واخر حاجة بقى واللي مش هنطول فيها عشان نحن في مجتمع شرقي محافظ وبتاع، هي الفيزيكال كونكشن، الاحضان والابواس والحاجات اللذيذه اللي بنشوفها في افلام هوليوود دي. وطبعا مش هقدر اتكلم عن ان كنت بحبها ولا ما بحبهاش، بس انتوا اكيد عارفين مشاعري اتجاه اكيد يعني. وطبعا عارفين مين الحد اللي بفضل معاه دوت والحد اللي ما بفضلش معاه دوت، عشان ما ناخدش بقى في افكار وتقول لي اصل انت قلت انت ممكن تحب اصحابك وممكن تحب اخوات. لا، هنا ما بحبش حد، هنا بحب واحده بس ماشي، عشان ايه ما نروحش بدماغنا لبعيد. تمام، ده كده ونرسى ونفكر بسلاسة وهدوء ونخلينا كويسين. وبحب طبعا. فدي كانت لغات الحب. وانا حاسس ان انا رومانسي جدا، يخرب بيتي انا فعلا رومانسي يعني. انا بحب بس هو ما علينا، خلينا عشان هنوصل بقى لدي كمان شوية بقى. وفكرة ان يا ترى لو فقد الحب في حياتك ده انت هتحس بايه. وهتكلم بقى عني بقى، لان انا ما هو برضو ما احنا في بلاك كوميدي هنا، ما هو احنا بقى مش كل حاجه جميله ومشرقه ومشمسه وبتاع، لا 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 لا، هنيجي كمان شويه. بس دلوقتي
لان دي اول حلقه بالمناسبه اكتب فيها البوينتس اللي انا هتكلم عليها بالترتيب، فانا كاتبهم قصادي وبنتنقل من بوينت للتانيه. ما اعرفش بقى ان كانت دي هتبقى احلى من اللي فاتوا ولا العشوائيه احلى، ولكن انا قلت اجرب لان الموضوع ده مهم بالنسبه لي، وكنت حابب ان انا اغطيه بشكل لذيذ يعني. بس حاسس ان الترتيب ده ايه مكتفني شويه، ولكن برضو مخليني اقول ايه كل اللي عندي، ومخليني اقدر ان انا اتكلم كتير. اعتقد ان دي هتكون اطول حلقه يعني. ولو رحنا لحاجه مهمه بقى، وهي يا ترى يعني لما جينا بقى، يعني ربنا لو انا فاهم صح، لان انا هتكلم دلوقتي من ايه، من فهمي الشخصي، وبالتالي لو في حد عنده علم اكتر مني جايز ان هو يصحح لي وانا هكون غلطان، ولكن اللي انا افهمه من من آية زي ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والحكاية بتاعت إن حواء خلقت من ضلع من أضلاع سيدنا آدم. دي أعتقد برضو يعني احنا هنا غالبا بقى هنتكلم عن فكرة الحب بين الذكر والأنثى، يعني الحب بقى اللي انتوا داخلين عشانه بقى. اللي أنا فاهمه إن فكرة إن احنا، او التخيل بتاعي ان فكرة ان سيدنا يعني سيدتنا حواء خلقت من ضلع من اضلاع سيدنا ادم، يعني هما اصلا كانوا حاجة واحدة، لان هو كان نايم واتخلقت من ضلعه الايسر، ولما صحي لقاها فعجبته وانسها وانسته وحبوا بعض. فالحاجة دي بالنسبة لي لما اجي بقى، يعني انا التخيل بتاعي ان لما اجي اخد الحاجه دي كده واحطها كده بقى في العالم بتاعنا بقى، حاسس ان ده موجود فينا برضه. يعني حاسس ان كل واحد مننا وهو يعني كرجل، يعني هو في ضلع ناقصه، والضلع ده في مكان ما في الكون، في مكان ما في الكون في حد حياتك مش هتكتمل غير بوجوده. ناقصك ضلع مش موجود في نفسك، اتاخد منك وموجود في حد في مكان ما في العالم. والمبهر في الموضوع ان انت مش عارف هو الشخص ده فين، والشخص ده انت هتلاقيه امتى. وبتشوف ناس كتير بتبتدي تتساءل هو ممكن يكون الشخص ده ولا هو الشخص ده ولا هو الشخص ده، وهل هو ممكن يكون شخص غلط اصلا، ولا هو لو شخص غلط فهو مصيره يخلص ويجي الشخص الصح، ولا هو ايه بالظبط. ولكن الفكرة مبهرة ان حد كده في الحياة موجود، ومسيركوا تتلاقوا، ومسيركوا تعرفوا بعض وتحبوا بعض وتكملوا بعض وتعيشوا كل المشاعر بتاعة الحب دي. وفكرة ان هو زي ما قلت ومن آياته انه خلقكم من انفسكم ازواجا، ان هو النفس يعني ربنا خلقنا ازواج، ربنا خلق ادم وخلق ليها حواء، خلق نور وخلق لي فلانة، خلق احمد وخلق لي علانة، خلق كذا وخلق لي كذا. فبحس إن ده التخيل بتاعي، ان في حد دلوقتي عايش هو ما يعرفش بوجودي ولا انا اعرف بوجوده جايز، ولكن في كتاب عند الله وفي حياتنا كده في يوم ما هنتقابل وهنكمل اللي ناقصنا ده. وفي الآية اللي بتقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليما رقيبا. صدق الله العظيم. دي في سورة النساء. إن برضو ربنا خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها. بس ماذا لو الحب ده مفقود في حياتك؟ بصراحة فقدان الحب صعب، وكتير بفكر هو ضروري، يعني هو لازم يكون في حد الواحد هيقابله مش عارف ايه وبتاع. وغير كده فقدان الحب العادي بقى اللي هو بتاع ان مثلا انت مش واخد حب من اهلك كفاية، او انك مش واخد حب من صحابك كفاية، او الكلام ده بيدخلك في حالات وحشة. يعني حاجة مثلا زي ان المشاعر بتوديك وبتجيبك. انت دايما
لو انت فاقد ده في حياتك، او يعني يمكن هكون بتكلم عن نفسي هنا بس بحاول اخلي الموضوع عام، ان انت بتلهث وراء كل من يقدم لك مشاعر، بتلهث وراء كل من تظنه انه يحبك، لان انت محتاج الحب ده، لان حد قدم لك الحب ده وانت مش مصدق ان انت خدته، لان الحياة بتبقى جافة من غيره. وده اصلا بيخليك دايما مش مستقر، دايما في جزء من دماغك مشغول كده، ما بتعرفش تهدى. اول ما بتصدق ان في حد بيقولك كلمة حلوة، ولا ان حد مهتم بوجودك في الحياة، لان انت مش متعود ان ده موجود. وبعدين برضو يعني لما الموضوع بيطول بقى وبتحس بالجفاف ده مع الوقت، بتبتدي تحس بقى بمشاعر تانية، ان النقيض بقى، ان فكرة ان اصلا الناس بتكرهك، مش فكرة بقى ان مفيش حد بيحبك، لا ده انت بقى تطورت بقى يعني، ان الناس بتكرهك اصلا، ما بتحبش وجودك، وان انت اصلا بني ادم سخيف كده وما تتحبش وبليد واكيد واكيد نقص الحب ده في حياتك هو لسبب ما انت يعني انت المسؤول عنه يعني. وفي نفس الوقت بيخلي انجازاتك ملهاش طعم، يعني بتجيب فلوس بقى، بتذاكر حاجة مش عارف عاملة ازاي، بتكريت حاجة عاملة ايه، يعني ما هو انا بتكلم عن الحب برضو هنا ككونسبت، مش بتكلم عن الحب كواحد وواحدة، بتكلم عن الحب في الوجود بقى. يعني لو انا مثلا بعمل البودكاست ده وبعدين ما لقيتش بقى مثلا فيدباك، ما لقيتش حد انه حب الحلقة، او مش عارف، ما انا هتضايق، ما انا هزعل. لو انا في يوم عيد ميلادي جه وما لقيتش حد بيقول لي كل سنة وانت طيب، لان زي ما يعني، ما هو انت بقى هنا بتبتدي تبص لناس كتير بقى، بتبتدي تبص للناس اللي عندها المشاعر دي في حياتها، ان حد يوم عيد ميلاده بيجي حد تاني بيهتم ان عيد ميلاده موجود وبيروح وبيعمل له مفاجأة، وده بيفرح وبيبقى يوم بيفتكره في حياته وبيعيش بيه شهر قدام. وبقى يعني انا هنا غالبا هكون بتكلم عن نفسي بصراحة، واستحملوا بقى الفقرة الكئيبة دي، ولكن هي حقيقية بقى، هتكلم يعني. وده اللي انا اصلا كنت بعمل بودكاست عشان اعبر عني اكتر، اقدر ان انا اطلع المشاعر دي. فكرة ان يوم عيد ميلادك يجي وبعدين ما تلاقيش حد مهتم اصلا يقولك كل سنة وانت طيب، وحتى لو حد مهتم يبقى مهتم عشان اكتشف ان عيد ميلادك النهاردة من فيسبوك مثلا، فداخل قالك كل سنة وانت طيب. لكن محدش مثلا بيبقى مهتم بانه انا عايز ابسط فلان في اليوم ده، وعامل حسابي وعايز ابسطه فعلا، وعايز اجيب له حاجة، ولا عايز ان انا اقضي معاه اليوم، ولا عايز ان مش عارف ايه. فكرة ان انت تنزل بقى الكلية، ولا تنزل مش عارف مين وتلاقي هناك اصناف واشكال بقى من الحب، يعني اتنين صحاب عادي وبيحبوا بعض جدا ورايحين جايين كده ومش عارف ايه، وتحسهم هما بينزلوا يتشحنوا اصلا، او واحد وواحدة يا سيدي، شكلهم جمال قوي، ويعني تحس ان انت عايز تروح تجيب لهم ورد هما الاتنين، وعصير وبتاع. وانت لما بتبص بقى لهذه المناظر يعني، وتبص لنفسك كده وتحس ان هو ما هو انا مفيش ده، ما هو انا ما دول ما بيحبونيش ليه زي ما بيحبوا بعض. هو اشكال كتير بقى، يعني اشكال كتير. فكرة ان مثلا ممكن هتلاقي نفسك دايما انت اللي بتبادر، دايما محدش بيبادر علشان انت تبقى موجود، دايما انت بتبذل مجهود عشان تبقى موجود اصلا، في حين ان في ناس تانية بيتبذل مجهود عشان هي تبقى موجودة، في حين ان ناس تانية مهم بالنسبة لاصحابها او كده ان هي تبقى موجودة، بس انت مش مهم ان انت تبقى موجود، مش
مش شيء يعني، هو لو موجود قشطة ولو مش موجود قشطة. تمام. مش عارف ان كنت عارف اتكلم عن مشاعري تجاه الموضوع ده بشكل كويس ولا لأ. بس خليني اكون صريح. بحس ان انا مفتقر جدا للحب في حياتي، وبحس ان دي حاجة كبيرة ناقصاني، وده بيزعلني كتير، بيخليني اوصل لمراحل وحشة كتير. آه، بيخليني افكر في نفسي افكار وحشة كتير، بيخليني افكر افكار تخص العالم والاشخاص جايز ما تكونش حقيقية اصلا، ان هو ام بيحبنيش عشان انا عملت كذا، ولا ان هو مش عارف ان انا ما استاهلش اصلا دوت، ولا مش عارف ايه، ولا ولكن دايما لما باجي بقى احس بكده برضو، بغض النظر عن الشكل السلبي بتاع الموضوع، الا ان برضو بقول الحاجة اللي دايما بحب اقولها، وهي ان اوكي جايز ده ابتلاء يعني، وان الحمد لله ربنا مديك نعم تانية كتير، وان جايز الناس التانية دي واخدة يعني نعمتها هي الحب اصلا. انت عندك نعم تانية يعني، مش عايز اعدد في النعم يعني، الحمد لله ربنا كرمني. ولكن ما هو الواحد لازم يبقى ناقص برضه. جايز النقص ده جاي في اهم حاجة عندي، لان انا ايموشنال ورومانسي ومش عارف ايه. ولكن هو ده هي دي الحياة يعني. وبشر الصابرين يعني، الله اعلم جايز ربنا عين لي حاجة حلوة في الاخر، جايز مش عارف. بس هي فعلا المشاعر الحب دي انا بقى يعني هتوديك لحتت وحشه، حتى انا مش حابب يعني، هبقى شيمفول جدا ان انا اقولها، مش هقدر حتى اذكرها. وابقى عايز برضو انوه ان انا مش يعني ما بقولش الكلام ده علشان مستني من حد يدخل يقول لي ان هو بيحبني بقى، ولا ان مش عارف ما تزعلش، ولا مش عارف ايه. ان غالبا الحلقه دي هتنزل بعد فتره اصلا ما تتسجل، وانا حاسس بالمشاعر ده دلوقتي والله اعلم هبقى حاسس بيها وقتها ولا لا. ولكن انا بس عايز اطلعها يعني، مش وبجد يعني مش محتاج مساعده يعني. يمكن اكون محتاج حب بس مش ما بيجيش كده يعني، ما بيجيش بالايه بالعافيه يعني، زي ما قال فنان مروان بابلو يعني. بس فده الحته بتاعت يعني لما جينا نتكلم عن فقدان الحب. ولكن وبرضه لو بصيت بصه سريعه يعني مثلا على الاسر، اللي هي هتلاقي ان الحب بيحركها، والاسر ان الحب ما بيحركهاش، عشان برضه اعتقد دي حاجة ممكن انتوا تكونوا شفتوها سواء في اسركم وفي اسر تانية بقى تخص قرايبكم او بتاع او كده، ان يعني ربنا يكون ينعم يعني، يكون نعم على كل واحد فيكم بناس يعني بأسرة جميلة ومحبة وكده. ولكن في كتير من الأحيان الأسرة ما بتبقاش كده أصلا. تلاقي تحس إن دايما العلاقات في كتير من الأسر بتبقى عنادية كده، مبتبقاش خد وهات، وما بتبقاش جميلة كده وفي دفء فيها، ولكن بتبقى فيها حرب. وده هو نفس الدفء، بس دفء من نوع مختلف تماما، ده دفء حرب. تمام. ف يعني مش انت بتتشوي، مش قاعد مولع نار وقاعد قدامها. اللي هي بتبقى مبنية على فكرة ايه، عند بقى ده يقول كذا وده يقول كذا، وخناقة ورايح وجاي وبتاع. واللي بيحصل وقتها ان البيت بيطلع متفكك، تلاقي الاخوات ما بيحبوش بعض، وتلاقي الاب ما يعني حتى ما هم بيتعلموا من مين؟ ما هو الولاد دول بيتعلموا من الاب والام، فتلاقي الولد طالع اصلا معبأ بكل ما شافه في حياته الاسريه، وهيروح بقى يعدي بيه حد تاني. وكده. وعكس بقى مين؟ الاسر الجميله بقى، ان انت تلاقي ايه، الاب بيحب الام، بيحب الولاد، وتلاقي ال الواحد يعني قادر تلاقي كل ولد من الولاد مهتم باخوه التاني، تلاقيه بيتصل، بيسأل عليه، بيسأل على ابوه، بيسأل على امه. ودول وقادرين ان هم يعبروا عن الحب ده بكل اريحية، وبيتحركوا مع بعض وبيهتموا ببعض ومش عارف مين. اعتقد ان وجود اسرة زي دي
لو كل الاسر زيها اعتقد ان احنا يعني مش هيبقى عندنا مشاكل اصلا، لان هتبقى رغباتنا مجابة. وانا بجد في الاول وفي الاخر ان ده دور فعلا الاسرة، وان هو حلم اصلا من احلامي قد يكون اكبرها، ان الواحد يكون اسرة صحية، يكون الحب هو محركها الاساسي بعد الدين يعني. وتبقى جميلة كده حتى لو فيها اللي فيها، بس في الاخر احنا كلنا بنرجع بيت واحد، كلنا قادرين نعيط لبعض، كلنا قادرين نحضن بعض، كلنا قادرين نكون موجودين لبعض وقت ما نعوز بعض، وكلنا مهتمين بمشاعر بعض بدون تقليل منها، بدون اسفاف، بدون خناق، وبحب، وبكل حب. و... ولو حد يعني يشعر بهذه المشاعر اللي انا اتكلمت عنها من شوية، فزي ما قلنا نصيبك موجود في يوم ما هتاخده. وده اعتقد ان هو وعد، يعني اعتقد ان هو وعد ان ادم وحواء، وانت ليك حد انت كمان، وانا ليا حد ان شاء الله يعني. وبعدين يا سيدي لو مش موجود فانا بحبك يا عم، انا يا عم بحبك، واتمنى ان تكون ايضا تبادلني هذه المشاعر. اتمنى ان الحلقة دي كانت خفيفة مش كئيبة، واتمنى ان هي تكون نالت اعجاب حضراتكم. كالعادة لو كنت في المطبخ وبتعمل حاجة، فيا رب تخلص الطبخ على خير ويطلع الاكل حلو وتتبسط بيه. لو لسه صاحي فصباح الخير يا سيدي، ويا رب يومك يبقى في منتهى اللذاذة. لو رايح تنام فتصبح على خير واحلام مليئة بالحب والسعادة. لو بتعمل تاسك للكلية فتخلصه تظبط الدنيا والدكتور يديك الدرجة التمام وزي الفل. لو في المواصلات رايح ولا جاي من الكلية، ولا رايح في حتة ولا جاي من حتة، فطريق السلامة يا معلم او يا معلمة وتوصلوا المكان اللي انتوا رايحينه بأمان وبسلام، وانتوا بتسمعوا هذا الصوت الجميل الرائع. تمام. وان كنت بتعمل اي حاجة تانية، بتستحمى مثلا، معرفش ليه اللي محطتني في الوضع الغريب ده، بس هو انا ساعات بعمل كده. يا عم مش عارف ادعيلك بايه يعني، بس يعني خلص وانجز. وتنويه برضو البودكاست متاح على جميع المنصات الصوتية والبصرية وكل هذا الكلام، سبوتيفاي، انغامي، ابل بودكاست، لا 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 لا. وشكرا لوصولكم لهذه اللحظة. مع السلامة.